السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم آلاء عرفة، ودي قناتي قناة حريات بشارك فيها معاكم كل ما يخص البيت والأسرة والمجتمع، ومش هننسى نطبخ بعض من يومياتي. فرجاء فضلا وليس أمرا تفعلوا جرس القناة وتشتركوا وتعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه على قد ما تقدروا علشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس. طيب دلوقتي أنا حبيت أشارككم بعض من يومياتي. أه حابة أقول لكل ست بيت إن أنت مهما تكوني مضغوطة، ومهما تكوني آم، يعني فيكي حاجة، يعني وراكي مسؤوليات كتيرة جدا جدا جدا، ما تنسيش ان انت تعملي وقت لنفسك. لازم يبقى لك وقت لنفسك، ان انت تخرجي ترفهي عن نفسك، تشربي كوباية القهوة بتاعتك او كوباية النسكافيه بتاعك. المهم ان انت لازم تعملي حاجة لنفسك تخرجك وتفصلك من جو الضغط والمسؤوليات والليلة اللي وراكي دي كلها. لازم تعملي وقت لنفسيتك. نفسيتك برضو هتتحاسبي عليها، نفسيتك برضو عليكي ان انت تحسنيها، ان انت تهتمي بيها، ان انت ما تضغطيش نفسك اكتر من اللازم. لازم يبقى لك وقت لنفسك، ان انت تغيري جو، تعملي فيه تمارسي هواياتك، تعملي فيه كل اللي انت حباه، كل اللي انت حابه تعمليه في الوقت ده. ومن خلال ما بعد ما بتخلصي مثلا او بتاخدي وقت لنفسك، بتلاقي نفسك مقبلة على المسؤوليات أو مقبلة على الحاجات اللي وراكي بنفسية أحسن، أو فيكي طاقة، بمعنى أصح إن أنت تعملي أو تكملي مسؤولياتك أو تكملي شغل يومك، تكملي اللي وراكي. فأنا بنصحك نصيحة إن أنت لازم تخلي لنفسك وقت، تخلي لنفسك وقت معين تمارسي فيه كل اللي نفسك فيه، او حتى تفصلي من الضغط والمسؤوليات، لان ده بيخليكي ترجعي تمارسي يومك وشغلك، او ترجعي تمارسي اللي وراكي بطاقة احسن وبنفسية افضل باذن الله تعالى. بس ودي نصيحة كنت حابة اوجهها ليكي. اتمنى يا رب تكون افادتك وتكون افادت الجميع كلكم، افادتكم جميعا يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.